كل سنة وانتم طيبين. هو طبعا رمضان كل سنة بيبقى مميز جدا عندنا. احنا بنبقى حريصين ان احنا بنعد رمضان وانشطته من بدري. الانشطة في رمضان بتتميز ان هي تفاعلية على مواقع بتاعتنا وصفحاتنا بجانب الحضور الفعلي في المكتبة. وكمان السنة دي مكتبة مصر تقرأ وفي المكتبات المتنقلة بدأت تروح الأماكن في رمضان تشجيعا للقراءة وتقديم الأنشطة في فترة الصيام، وكمان بعد الظهر في بعض الأماكن بنغطيها بعد الفطار علشان خاطر نبقى اللي قادر يحضر وهو صايم يحضر، او بعد الفطار يلاقي الانشطه اللي هو عايزها. بنعمل فوازير في كتير، بنقدم معلومه في قصه في روايه، بنقدم انشطه هنا الجمعه والسبت. الانشطه بتاعه اللغات والكمبيوتر شغاله قبل الفطار. بعد الفطار في انشطه الكبار سواء بقى تعليم لغه كوريه، تعليم صيني، يعني المكتبه بكل أنشطتها متواجدة في رمضان، بالإضافة لأنشطة رمضان المميزة زي عمل فوازير مختلفة، زي عمل أسئلة ومسابقات للشباب وللأطفال عن أخلاقيات الإسلام والصيام والعادات الجميلة المفروض هم يبقوا يعني حريصين عليها. كمان بنعمل فطار للأيتام في رمضان هنا في المكتبة، وبنعمل لهم أنشطة تفاعلية بعدها. هنقدم الليلة الكبيرة للأطفال في الليلة رمضانية. عاملين برضو فطار للكشافة. يعني بنحاول ان احنا نجمع الناس ولمة رمضان تبقى موجودة في المكتبة، واصدقاء المكتبة كلهم موجودين. وده مش موجود هنا بس، لا ده كمان في الزاوية الحمراء ومكتبة الزيتون بيقدموا نفس الأنشطة ونفس البرامج، وكمان في تنافس ما بينهم ومسابقات مين يقدم أحسن تفاعل مع الجمهور خلال شهر رمضان.